السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، آه، خبر منذ يومين أو يوم عن دولة اليابان إنها هتبدأ برفع آه، الميزانية العسكرية لديها. هي ستصل الميزانية إلى 50 مليار دولار لتكملة بناء أو لإعادة بناء الجيش الياباني. طيب، كلنا ما كناش نعرف إن كثير مننا كان لا يعلم إن اليابان من بعد قنبلة هيروشيما وناجازاكي اللي رمتها عليها أمريكا. شوف في فيديو قديم شفتوه أكيد كتير الناس مثقفة، وإمبراطور اليابان كان ماسك عكاز وأمريكا طلعته على سفينة حربية أمريكية، أجبرته يمضي على ورقة. دي كانت معاهدة بيقولوا عليها معاهدة سلام، يعني معرفش اسمها ايه بقى. فكانت من شروطها أجبروا اليابان إنها لا تبني جيش إلا بعدد معين هم يشرطوه، والميزانية بتاعتها للجيش بتاع ده لا تتعدى 1% من ميزانية الدولة. عشان كده طول السنين اللي فاتت من بعد الحرب أمام أمريكا وخسرت اليابان أمامها، كنا نلاحظ إن اليابانيين ناس كيوت كده زي ما بيقولوا البنات، يعني إنهم حلوين وهاديين بس لما الناس المثقفة اللي كشفت لنا تاريخ اليابان الفظيع إنها كانت مفترية وكانت عاملة مجازر في الصين جارتها، فناس زعلت من اليابان وفي ناس قالت يلا بقى الله يسامحهم، وهم خدوا جزائهم. ففعلا يعني ربنا لا يظلم أحد، كما تدين تدان. هم ظلموا الصينيين وافتروا عليهم بالقتل يعني مجزرة كبيرة، وافتروا على دول أخرى حواليها فيتنام ومش عارف فين تاني يعني. ف... فجالهم الأقوى منهم، ربنا سلط عليهم يعني الأمريكان، وضربوهم بالقنبلتين عشان يهمدوا شوية، يعني عشان يسكتوا. وأيضا يعني في وقت من الأيام من السنين هتيجي يوم لأمريكا أيضا، لأنها افترت، يعني أمريكا افترت أوي هي وأوروبا وكل دولة افترت، وروسيا افترت على الشعوب الأخرى. فكل ظالم ليه يوم. يعني نهاية اليابان كانت تشبه نهاية فرعون أيضا لما غرق، وكان برضك يعني الله أعلم حسب ما يقولوا إنه كان دولة عظمى. يعني فرعون ده كان بيحكم مصر، كانت دولة عظمى يعني، كان قوي برضه، مكانش في حد بالجبروت دوت إن ربنا بعتله نبي، وكان معناه إن هو كان راجل ظالم أوي يعني. و... وإن يذكر في القرآن جيشه بالذات، إن يبدو إنه كان جيشه متطور طبعا، وقتها كان عنده أحدث تكنولوجيا اللي هي العجلات الحربية، العربات الحربية دي بالخيل وكده. طبعا أمريكا أيضا نفس نهج فرعون ونفس نهج اليابان لما كانت قوية، فهيجيلها يوم أيضا إنها هي وأوروبا، هي وفرنسا، هي بريطانيا انكسرت شوية لسه، يعني مخدتش عقابها. آه برضو الحقوق هترجع في يوم من الأيام. وأيضا الطواغيت العرب، آه كل حاكم عربي شارك في خيانة الشعوب المسلمة أو العربية وظلمهم وسرقتهم وتسهيل تخريج ثروات المسلمين للغرب الكافر وتقويتهم على المسلمين وتعذيبهم في السجون وتجويعهم وإفكارهم وظلمهم. هيجي يوم وهيشوف إن شاء الله، ياما شفنا في التاريخ. ف يعني أنا عندي ثقة في الله طبعا فظيعة إن شاء الله، بس كنت أتمنى أشوفها قبل ما سني يكبر وأموت. يعني كان نفسي أشوف نهايتهم الظلمة دول. السلام عليكم ورحمة الله.